الأئمة مشكورين المشرفين على هذه الدورات التدريبية، لقد قاموا بتزويدهم بكل ما يتعلق بالجانب الفقهي الذي هو ركيزة وأساس لهذه العبادة. وقد قام السيد حاج الشيخ بالجانب الإداري. إذن أنا أردت أن ألفت انتباهكم إلى جانب آخر، وهو الجانب الروحاني لهذه العبادة، هذه العبادة العظيمة التي شرفكم الله سبحانه وتعالى بها. قد شرط الله سبحانه وتعالى لإتمامها ثلاثة شروط، وأحضر عليكم 9 محظورات، لهذا ينبغي الانتباه إليها. فقد نبهكم الأئمة إليها. أولا الله سبحانه وتعالى قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيها الحاج، همك الوحيد في هذه الرحلة أن تكون عابدا لله، لا رفث. والرفث كما عرفه العلماء وهو ما تعلق بالجانب العلائقي الزوجي، يعني الإنسان يبتعد عنه، سواء إشارة أو لمسا أو حديثا أو كلاما لا يجوز قد كان حلالا عليك عندما كنت غير محرم. هذا هو الرفض. الفسوق كل ما تعلق بمعصية تعصي بها الله سبحانه وتعالى فإنها تؤثر على حجك. ولا جدال. الجدال موضوعك يكن موضوعك لا الأحوال الجوية ولا الأوضاع السياسية ولا الخلافات الفقهية، وإنما موضوعك هو أن تكون ذاكرا مستغفرا تاليا للقرآن داعيا لله سبحانه وتعالى. هذه الثلاثة الشروط، بهذه الثلاثة يكون حجك مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المحظورات قد فصل فيها الأئمة، يعني المحظورات المتعلقة بالحج اجتنبها. هنالك محظورات تخص الرجال فقط، وهنالك محظورات يشترك فيها النساء والرجال، وهنالك محظورات تخص النساء فقط. لذا ينبغي على الحاج أن يراجع هذه المحظورات ليكون حجه مبرورا وذنبه مغفورا وسعيه مشكورا وتجارته لن تبور. كما أمر بمقرأة القرآن الكريم التي بادرت لهذه السانحة التي سانحت لنا ولحجاجنا وللأئمة أن يجتمعوا هذا الاجتماع الطيب الذي تحبه الملائكة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد. بارك الله فيكم.